عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم توتة من مطبخ حلو حادق. النهاردة هنعمل الفراخ بالصوص الجبار. بجد أكلة الوحوش، مش هقول غير كده. كتر ما هي جميلة بجد، حكاية 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 حكاية. والصوص بتاعها وفراخ دايبة دوب كده، جميلة قوي. يلا بينا نبتدي ونشوف معانا مقادير ايه. قبل ما نشوف معلولنا لايك وشجعونا واعملولي تعليق زي القمر زيكم كده، وقولولي انتوا منين بجد. يلا 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 بينا نبتدي بسرعة. دلوقتي عشان نسلق بقى الفراخ معانا مقادير ايه. الفراخ بتاعتي انا بحطها في محلول مية وملح وليمون ودقيق. بحط قد ايه ملح؟ بصي تبقى نظيفة وجميلة جدا بالشكل ده. هنغسلها برضو مع بعض واوريكي، بتبقى بجد بتبقى تبرق كده كتر ما هي جميلة. وانا حطيت ايه؟ حطيت معلقتين ملح كبار، وحطيت معلقتين دقيق كبار، وحطيت معلقه سكر كبيره. ما تخافيش، السكر مش بيسكر خالص، لا ده بينضفها وبيخليها جميله جدا، وبيساعدها اللي هي تستوي اللحم بتاعها طري كده، والزبده لما تيجي تتعمل. حطيت ميه بالشكل ده كده، وعصر ليمونه، عصر ليمونه كامله. اعتمدي المحلول الملح دوت والليمون في اي، يعني في اي فراخ، في بانيه، في اي حاجه، بيخلي الحاجة نظيفة ومش زفرة. دلوقتي بقى معانا ايه؟ معايا طماطمايه كبيرة بشراها، وبصلاية كبيرة، بصلاية صغيرة بشراها. معايا معلقة سمنة، يعني مش مليانة، معلقة بسيطة قوي، بسيطة جدا. وواحدتين مرق الدجاج ما بنستغناش عنها ديت، وورق الهيل او ورق اللورا على حسب ما بيبقى مسمى عندك. معايا رشة فلفل اسود ورشة حبهان بودرة. حبهان انا مفروم قوي. ومعايا رشة قرفة، ورشة بهارات فراخ، ورشة روزماري. الروزماري مش غالي خالص، وبرضه لو مش متوفر عندك ما تجيبوش، مش لازم. واي حاجة مش متوفرة عندك من التوابل دي، اعتمدي التوابل اللي موجودة عندك. انا بجيب المستكة ديت. في ناس هتقولي مستكة ب4000 ومش عارفة ايه، واسعار كده انا بسمعها بتخلي ودني بجد مش قادرة اسمع من كتر الاسعار اللي هي بتبقى عالية قوي. لا انا بجيب دوت من عند اي عطار، بجد مش غالي، رخيص قوي. واسألي عليه، جميل وجميل جميل جميل. هو بالشكل الجميل ده، شوفيه وان شاء الله هتجيبيه. يعني هو مش رخيص قوي يعني، بس يعني على قد الايد هتعرفي تجيبيه ان شاء الله. هناخد منه فصين بالعدد. بصي جميل ازاي، هو فصين بس عشان ما تمررش الفراخ بتاعتك. فصين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي معانا حلة على النار، هنشغل عليها النار اهو، نار عالية. وهننزل السمنة بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة مش مليانة. خلي بالك الفراخ بتنزل السمنة بتاعتها. دلوقتي بقى هننزل بالطماطمايه الكبيرة المبشورة. بجد انا بحب الفراخ قوي، بحب شوربتها عشان بعملها بالطريقة ديت، بتطلع الشوربة يعني بتاخدي حبة شوربة لوز، بجد جمال قوي. احنا معلين النار طبعا، وهننزل بفصين المستكة بتوعنا اللي احنا قلنا عليهم مع بعض، والروزماري مش هننزل بيه كله، حبة اهو بساط قوي. وهننزل بواحدة مرق الدجاج. نقلب بقى كويس قوي كده.
عايزه تحطي حاجه ترجعلك، بس هي مش بتسكر والله خالص، بالعكس دي بتخلي الطعم في حته تانية خالص من كتر ما هو جميل. وفي نفس الوقت الفراخ بتاعتك بتستوي بسرعه رهيبه، بتبقى جميله قوي 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 قوي. مش عايزه تحطي برضو دي حاجه ترجعلك، كل واحد حط. بسم الله ما شاء الله. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. انا نسيت اقولك ان انا قبل ما اعملها، يعني قبل ما اسيبها تتنقع، انا بسيبها بالظبط نص ساعه او 10 دقايق على حسب ما انتي وقتك. انا بغرزها كده بالسكينه، شايفه؟ بغرزيها كده من جوه، متغرزهاش من الجلد عشان الجلد يفضل نضيف، محافظين على شكله. مغرزه طبعا كله، حتى الحتت العريضه مغرزاها اهوت من ناحيه العظم. ليه بنغرزها كده؟ علشان الميه والملح المحلول بتاعنا بيبقى طعمه، بيخلي طعمها كده جميل قوي، وبيخلي الطعم ده يدوب. طبعا احنا بنغلي ميه دلوقتي في الكتل بتاعنا اللي هي الغلايه. بجد حكايه 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 حكايه. جربيها وان شاء الله ان شاء الله مش هتبطلي تعملي الوصفه دي. في ناس هتقولي طب انتي ما تعمليها على طول، ليه بتحبي تعمليها شوربه؟ لان الشوربه بتاعتها بجد، انا بالنسبه لي الفراخ شوربه، انا بحبها قوي 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 قوي. شوربه الفراخ تبقى جميله. جربيها وان شاء الله ان شاء الله نكون عند حسن ظنك. واي وصفه تجربوها قولولي تحت في الكومنتات، بجد بنبسط قوي بالناس اللي بتشجعني، بجد بجد بحبكم قوي وبنبسط جدا جدا، اللي بيعملوا لي كومنتات حلوه واللي بيجي يعملوا لي لايك، بجد بنبسط قوي، وبتعملوا اشتراك بجد، يعني شكرا ليكم قوي. هننزل بقى دلوقتي بالميه بتاعتنا. بصي بصي الجمال. دلوقتي بالميه بتاعتنا هنزل بمكعب الفاضل اللي هو مرقه الدجاج. كل ما تحتاج ميه افضلي ميه اللي هي من الغلايه او من الكتل بتاعك حطي لها، بس اهم حاجه تكون ميه مغليه عشان ما تكشش، وفي نفس الوقت اللي هي تستوي معاكي بسرعه. احنا عايزينها مش سوا كامل، احنا عايزينها نص سوا. هغطيها بقى دلوقتي واسيبها مع نفسها. بقى شكلها جميل بالشكل ده. الشوربه بتاعتنا بجد تحفه، جميله قوي 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 قوي، حكايه. دلوقتي بقى هنطلع الفراخ بتاعتنا عشان ندخل. طلعنا الفراخ بتاعتنا وصفيتها بالشكل الجميل ده، حطيتها في مصفى وسبتها تتصفى. حلتين شوربه، كوبايتين. انت ممكن ما تصفيهاش، ممكن تحطيها على طول على الصينيه بالشوربه بتاعتها عادي، لان كده او كده احنا هناخد كوبايتين شوربه. بجد الشوربه طالعه ريحتها تجنن كده من كتر ما هي جميله. والبدايه ديت اللي هي الملاحه دي فيها ايه؟ حطيت فيها معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح. هقولك هنعمل بيها ايه. معانا معلقتين سمنه كبار، ومعايا اي صلصه عندك. لو عندك صلصه اكياس تمام، صلصه برطمانات خدي منها معلقه، عندك صلصه مكرونه خدي منها معلقتين كبار، اي صلصه عندك خدي منها معلقتين كبار بالشكل الجميل ده. ودلوقتي هنجيب صينيه. طب انت بتلحميه على بعض. جبنا طبق غويط بالشكل ده، نحط فيه معلقتين سمنه، معلقه صغيره قصدي، معلقه من المعلقتين بتوعنا. هننزل بالشوربه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها تسيح كده، ان الشوربه بتاعتنا سخنه، ان لسه شايله الفراخ من على النار زي ما وريتكم. هنحط بقى هما معلقتين الكبار بتوعنا، وهنحط شويه من الفلفل الاسود والملح.
نجيب بقى الصينيه بتاعتنا، قرصت الفراخ بالشكل الجميل ده. ننزل بقى بالصوص اللي احنا عملناه مع بعض. بجد ريحه جميله قوي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جربي وان شاء الله هتعجبك جدا 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 جدا. بعملها على طول كده لما اكون مستعجله او عندي ضيوف او حاجه، بجد بتشرفني قوي، تخليني مبسوطه كده قدام الضيوف كتر ما هي جميله. نعمل بقى كده، ننزل بالسمنه كده، نعمل من ظهر المعلقه بالشكل ده كده. ممكن بفرشه لو عندك، بس فرشه ما بحسهاش بصراحه، لان معلقه كده او كده هحطها في الشوربه، في السمنه اللي في ظهر المعلقه هتسيح، فاهمه ازاي؟ هتنزل يعني. بص كده اهو. اهم حاجه اللي احنا نعملها كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي اقوم احطها كده بتسيح، او فهمتيني انا كان قصدي ايه؟ وننزل بقى بالفلفل الاسود بتاعنا والملح. ممكن تبدلي الفلفل الاسود باي نكهه انت بتحبيها. بجد جميله 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 جميله. بصي هندخلها بقى على درجه حراره، وهنرش بس رشه زيت بسيطه قوي، لان السمنه عشان السمنه تسيح مننا. بصي رشه بسيطه قوي 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 قوي. هندخلها على درجه حراره اعلى درجه حراره عندك، من فوق ومن تحت، يعني من الشعله والشوايه. وهوريكي بقى شكلها النهائي. وصلنا لنهايه الفيديو مع القمر بتاعنا ده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، جميل يعني، قمر بجد قمر. ولا الصوص حكايه تانية خالص، الصوص جميل قوي، والطعم طعم جميل جميل. الله الله، بجد جميل قوي 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 قوي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.